ما شاء الله، جيد هذا الكتاب، بارك الله فيكم. من الذي صمم هذا الكتاب؟ من؟ ما شاء الله، جميل. طبعا نحن انتهينا في عمدة الأحكام أظن في الدورة الماضية من كتاب الطهارة، صحيح؟ نعم، انتهينا في السنة الماضية من عمدة الأحكام من كتاب الطهارة، ونبدأ إن شاء الله هذا اليوم أو نعم في هذه الدورة في كتاب الصلاة. وفي الدورة الماضية ماذا شرحنا في الفقه؟ زاد المستقنع. ماذا شرحنا في زاد المستقنع؟ كتاب الصيام. وفي هذه الدورة إن شاء الله نبدأ بكتاب البيوع من زاد المستقنع، وأيضا كتاب الفتن من صحيح البخاري، وأيضا سوف نشرح كتاب الأربعين النووية كاملا إن شاء الله. واضح؟ طيب، وسوف نبدأ الآن بكتاب الأربعين النووية. كتاب الأربعين النووية. نريد قارئا يقرأ. نعم، من الحديث الأول. من يقرأ؟ هل طلاب المرحلة المتوسطة يقرؤون؟ من ما اسمك؟ عارف. ما شاء الله يا عارف. في أي سنة تدرس؟ تدرس في أي سنة؟ الثانية. أحسنت، بارك الله فيك. الثانية الابتدائي المتوسطة. نعم، تدرس في السنة الثانية المتوسطة. أحسنت، بارك الله فيك. اقرأ الحديث الأول. أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو كتاب الأربعين النووية. كتاب الأربعين النووية. ومؤلف هذا الكتاب هو يحيى ابن شرف النووي رحمه الله. والشيخ يحيى ابن شرف النووي رحمه الله. وسمي هذا الكتاب باسمه الأربعين النووية، لأنه هو النووي. وهذا الكتاب لو لاحظت أن عدد أحاديثه كم؟
نعم، عددها 42 حديثا. ومع ذلك لم يسمى بال42 حديثا، وإنما سمي بال40 النووية، وهذا تجوزا واختصارا، لأن العرب من عادتهم أنهم يحذفون الكسر، فقال في اسمه بال40 النووية. وهذا الكتاب هو من أصول العلم، والذي ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذا الكتاب، وذلك لأنه يجمع أحاديث في أبواب متنوعة. فمن الأحاديث التي فيه ما يتعلق بالعقيدة، ومن أحاديثه ما يتعلق بالأحكام، ومن أحاديثه ما يتعلق بالآداب. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذا الكتاب، وأن يحضر شرحه عند شيخ متمكن، لأجل أن يفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب أقول لكم أيها الإخوة إنه أصل من الأصول، وذلك لأن العلم له باب يدخل الإنسان منه. فأنتم الآن هل ذهبتم إلى المرحلة المتوسطة مباشرة؟ لا، وإنما تدرجتم في العلم، وهكذا هو العلم. العلم إذا ذهبت إلى آخره فقد أخطأت، لا بد أن تؤسس نفسك ثم تكبر شيئا فشيئا. ولهذا فهذا الكتاب هو من الأصول التي ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بها. وكما قلنا لكم إن العلم له أبواب. فمثلا إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم فالعلم له تخصصات معينة. فإذا أردت أن تدرس التوحيد فإنك تبدأ على طالب العلم أن يبدأ بالأصول الثلاثة، ثم بعد ذلك يبدأ إذا انتهى من الأصول الثلاثة فإنه يحضر كتاب شرح التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بعد ذلك بالقواعد الأربع، ثم بعد ذلك بكشف الشبهات. هذه 4 كتب مهمة في التوحيد: الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، القواعد الأربع، كشف الشبهات. وهذا في توحيد الألوهية. وأما في عقيدة أو في توحيد الأسماء والصفات فالذي ينبغي لطالب العلم أن يحفظ كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن يحضر شرحه، فهو أصل من الأصول. وأما في أحاديث الأحكام فالذي ينبغي للطالب أن يحفظ عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله، وأن يحضر شرحه. فإذا تمكن من ذلك انتقل إلى بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمه الله.
وأن يحفظه وأن يحضر شرحه. وأما بالنسبة للفقه فهو على حسب ما يدرسه شيخك، ونحن هنا بدأنا بكتاب زاد المستقنع، وسوف نستمر فيه إن شاء الله تعالى. وكتاب زاد المستقنع في الفقه للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله. وهذا بالنسبة لمقدمة عن أصول العلم. ثم بعد ذلك يوجد كتب تساعدك على فهم العلم، ولا بد من شرحها، وهي كتاب المنظومة الفقهية لشيخنا رحمه الله ابن عثيمين، نظم في قواعد الفقه. وكذلك بإمكان الطالب أن يحضر شرح الورقات في أصول الفقه. وأما بالنسبة للغة العربية فمن أحسن الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يحضر شرحها هو كتاب الأجرومية في اللغة العربية. هذه باختصار هي أهم الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها وأن يحفظها وأن يحضر شرحها. بعد ذلك نأخذ الحديث الأول من هذا الكتاب. قال رحمه الله: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر ابن الخطاب معروف، وهو ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله هنا إنما الأعمال بالنيات، معنى هذا أي أنه لا عمل إلا بنية، فلا يمكن للإنسان أن يعمل عملا وهو لم ينوي، هذا لا يمكن. ولهذا قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. لو قلت لك اشرب الماء لكن لا تنوي، هذا لا يمكن. لو قلت لك اذهب وتوضأ ولكن لا تنوي، هذا لا يمكن، لأنه لا عمل إلا بنية. وقوله هنا إنما الأعمال بالنيات، الأعمال تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فأعمال القلوب كالتوكل، هذا عمل قلبي، والاستعانة والاستغاثة، هذه أعمال قلبية. ويشمل كذلك أعمال الجوارح، وأعمال الجوارح كالنطق باللسان، هذا يدخل في أعمال الجوارح. فأنت تقول لا إله إلا الله، هذا عمل بالجوارح لأنه عمل باللسان. ويشمل كذلك أعمال
بقية الجوارح كاليدين مثلا، كاليدين والرجلين، هذه أعمال. فالصلاة فيها عمل باللسان وفيها عمل بالجوارح. إذن قوله هنا إنما الأعمال تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وقوله إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، النية هي في اللغة القصد، وأما في الشرع فهي عزم القلب على فعل الطاعة تقربا لله تعالى. هذه هي النية، عزم القلب على فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى. والنية أين محلها؟ القلب، ولا ينطق بها، لأن النطق بها مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، النطق بها مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يصلي قال اللهم إني نويت أن أصلي؟ لا. هل ورد أنه إذا أراد أن يؤذن عن الصحابة قال اللهم إني نويت أن أؤذن؟ لا. فالنية محلها القلب. إذن قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل الجملة الثانية مشابهة للجملة الأولى؟ الأولى إنما الأعمال بالنيات، لكن الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. بين الجملتين فرق. فالجملة الأولى باعتبار العمل، يعني باعتبار نية العمل، والجملة الثانية باعتبار المنوي، يعني هل تنوي العمل أنه لله عز وجل أو لغير الله عز وجل. إذن بين الجملتين فرق. قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الجملة الأولى باعتبار نية العمل. فمثلا أردت أن تصلي ركعتين، دخل رجل إلى المسجد وصلى ركعتين، نحن ننظر إليه، فقلت أنا إنه يصلي ركعتين الآن، لماذا؟ لأجل ماذا؟ تحية المسجد. وقال عارف إنه يصلي ركعتين لا لأجل تحية المسجد، وإنما لأنه لم يصلي صلاة الفجر. وجاء آخر وقال لا، إنه لم يصلي ركعتين لفريضة الفجر، وإنما يصلي ركعتين سنة للوضوء. وقال آخر لا، إنه لم يصلي ركعتين سنة الوضوء، وإنما يصلي سنة الضحى. طيب، ما الذي يميز بين هذه الأشياء؟ النية. ولهذا قوله إنما الأعمال بالنيات، هذه نية العمل. ونية العمل لها فائدتان. الفائدة الأولى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كما قلنا أو مثلنا قبل قليل، دخل رجل وصلى ركعتين، كيف نعرف أنه هل يصلي لسنة الوضوء أو تحية المسجد أو ركعتي الضحى أو فريضة الفجر؟ نعرف هذا عن طريق نيته. إذن تمييز العبادات بعضها عن بعض.
والفائدة الثانية تمييز العبادات عن العادات. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك رجل خرج من بيته وقد اغتسل، فقال بعضكم إنه اغتسل عن الجنابة، وقال آخرون لا، بل إنه اغتسل لأجل أن يتبرد، الجو حار واغتسل لأجل أن يتبرد. فما الذي يميز هذا؟ النية. إذن فائدة النية أنها تميز العبادات عن العادات، إذن لها فائدتان. ثم قال فمن كانت هجرته. وما هي الهجرة؟ الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة. وما حكم الهجرة؟ الهجرة إن كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه في بلده فيجب عليه أن يهاجر وجوبا، لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. إذن إذا كان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه فيجب عليه أن يهاجر. وأما إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر دينه وهو في بلد الشرك فالهجرة في حقه مستحبة وليست واجبة. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. معنى هذا أي أنه بلغ الغاية العظمى التي لا أجل ولا أعظم منها. لماذا؟ لأنه يهاجر إلى من؟ يهاجر لإرضاء الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يظهر شعائر دينه، فهذه لا أعظم من هذه الهجرة. ولهذا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ثم قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أي أن الإنسان إذا هاجر من بلد إلى بلد يريد أن يطلب الدنيا طلبا للدنيا، إما من شرف أو طلبا للرئاسة أو طلبا للإمرة أو طلبا لزوجة يتزوجها، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. لاحظ هنا في الأول قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله، ثم أعاد فهجرته إلى الله ورسوله. في الثاني قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا؟ تحقيرا لهذه الهجرة، لأنها لا تماثل الهجرة الأولى. فالهجرة الأولى قصد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الهجرة الثانية فقصد أمرا دنيويا، ولهذا لم يعد مرة ثانية، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو معنى الحديث ومفرداته بشكل إجمالي، ونأخذ فوائد هذا الحديث على سبيل الاختصار. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها حث الإنسان على الإخلاص لله عز وجل في جميع أعماله، حث الإنسان على الإخلاص لله عز وجل في جميع أعماله.
في جميع أعماله. ولهذا قال أو نقول أخذنا الفائدة هذه من أي شيء؟ أخذناها من قوله إنما الأعمال بالنيات. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن مدار العمل على النية، أن مدار العمل على النية صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. كيف ذلك؟ فمثلا الآن الطهارة لا بد لها من نية. ما رأيكم لو أن رجلا غسل يديه ثم تمضمض ثم استنشق ثم غسل وجهه، فلما وصل إلى يده اليمنى قال لعلي أكمل هذا وأجعله وضوءا، فأكمل، فهل يصح وضوءه؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي من البداية، لم ينوي من البداية. ولهذا نقول في هذه الفائدة إن مدار العمل على النية صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الناس يتفاوتون في نياتهم، أن الناس يتفاوتون في نياتهم، فمنهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. أخذنا هذه الفائدة من أي شيء؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالناس يتفاوتون. ويستفاد من هذا الحديث أن الهجرة من الأعمال الصالحة، أن الهجرة من الأعمال الصالحة، لأنه قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. وإذا كانت من الأعمال الصالحة فإن الإنسان يثاب عليها، وسبق أن فصلنا في حكمها قبل قليل، متى تكون واجبة ومتى تكون مستحبة. ومن فوائد هذا الحديث أن النية محلها القلب. وهل ينطق بها؟ لا ينطق بها، لا ينطق بها. وإذا كانت النية لا ينطق بها فهناك فائدة للموسوسين الذين يعانون من النية، نسأل الله السلامة والعافية. تجد أنه يتوضأ وإذا انتصف في وضوئه أعاد. لماذا؟ قال لأنني لم أنوي الوضوء. فنقول اطمئن وارتح وأكمل وضوءك، فإنك قد نويت، لأن النية محلها القلب. ولا يمكن أن تأتي إلى الماء وتغسل يديك ثم تمضمض وتستنشق وتغسل وجهك ثم تقول لا تنوي. عقلا لا يمكن هذا. ولذلك نقول اطمئن وارتاح وأكمل وضوءك ولا تعد، لأن هذا من وسوسة الشيطان. ولهذا ينقل أو يذكر عن ابن عقيل رحمه الله، وهو من فقهاء الحنابلة، أنه جاءه رجل يسأله، قال يا شيخ، جاءه رجل يسأله موسوس، قال يا شيخ تكون علي الجنابة وأنغمس في نهر دجلة في العراق، لأنه من أهل العراق، أنغمس في نهر دجلة في العراق ثم أخرج، أريد أن ترتفع الجنابة ولا ترتفع، هل يمكن هذا؟
هل يمكن للإنسان الذي يكون على جنابه يذهب ويغتسل ثم يخرج يقول أريد أن أرفع الجنابة وعجزت لم ترتفع؟ هل يمكن؟ لا يمكن. فهذا الرجل جاء للشيخ يسأله، قال: يا شيخ، أنا تكون علي الجنابة وأنغمس في النهر، أريد أن ترتفع الجنابة ولا ترتفع. فقال له الشيخ رحمه الله ابن عقيل، قال: أرى بارك الله فيك أن الصلاة لا تجب عليك. قال: كيف ذلك؟ قال: لأنك مجنون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وأنت مجنون. كيف تنغمس في نهر دجلة تريد أن ترتفع الجنابة ولا ترتفع؟ هذا ما يمكن. فالمهم أيها الإخوة، نقول هذا لأجل ألا يعاني الإنسان من النية، لأن النية محلها القلب. نعم. الحديث الذي يليه: هل من قارئ للحديث الذي يليه؟ ها؟ ما في أحد. ها، أين؟ ما في أحد في المرحلة المتوسطة. ها؟ يحفظون. ما شاء الله. يلا تحفظ. ما تحفظ الحديث الثاني يحفظه. تحفظ. ها يلا. لقمان الحكيم. هذا لقمان الآن عرفناه ما شاء الله، وهذا عارف. هذه ميزة الحفاظ، نعرفهم الآن. يلا يا لقمان. جلوس شديد بياض الثياب. ولا يعرفه طيب، نقف إلى هذا، نشرح هذه الجملة لأن الحديث طويل، نشرحه شيئا فشيئا ثم نكمل بعد ذلك. قال: عن عمر رضي الله عنه أيضا. لماذا قال أيضا؟ لأنه هو الذي روى الحديث الأول، فقال أيضا. إذن هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. الصحابة كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني في يوم من الأيام. قال: إذ طلع علينا رجل، ولم يعين هذا الرجل، لم يسمى. ولهذا في مصطلح الحديث إذا قيل رجل ولم يذكر اسمه فيقولون هذا رجل، هذا مبهم. مبهم أي أنه لم يعين اسمه. وهذا الرجل في الحقيقة أنه ملك من الملائكة، لكنه جاء بصورة رجل. قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. ما معنى شديد بياض الثياب؟ يعني عليه ثياب بيض، يعني لونها
أبيض شديدة. شديد سواد الشعر. شديد سواد الشعر أي أنه شاب وليس بشيخ، يعني ليس بكبير السن، لأنه قال شديد سواد الشعر. لا يرى عليه أثر السفر. لا يرى عليه أثر السفر يعني من الشعث والغبرة، يعني ما في غبار، لأنه إذا كان فيه غبار من عادتهم، إذا كان فيه غبار وفي ثيابه غبرة يعرفون قديما العرب أنه جاء من مكان بعيد. هو الآن يقول لا يرى عليه أثر السفر، يعني ما فيه غبرة، أي أنه ليس بمسافر، ولا يعرفه منا أحد. لا يعرفه منا أحد أي أنه غريب، رجل غريب وليس من أهل المدينة، لأن المدينة كانت صغيرة في ذلك الوقت وأهلها يتعارفون فيما بينهم. لكن هنا قال ولا يعرفه منا أحد، ثم قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الرجل جاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقا له. قال وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذه الجلسة تدل على الاستعداد والتأهب لأخذ العلم. طيب، كيف لو أردنا أن نعرف هذه الجلسة، كيف كانت هذه الجلسة؟ من يطبق لنا الجلسة؟ من يطبق لنا الجلسة؟ ولنفرض عارف ولقمان. عارف ولقمان، تعال إلى هنا عندنا، تعال قم حتى تبين لبقية الزملاء. اجلس ووجهك إلى هنا، لا اجلس على الأرض، أيوة، ولعلك تجعل، نعم، هذا في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، عارف كأنه جالس في مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ولقمان كأنه الرجل الذي جاء لأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال؟ قال أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. لقمان، أسند ركبتيك إلى ركبتي عارف، هكذا، ووضع يديه أو وضع إيش؟ كفيه على فخذيه. لا، أولا اجلس جلسة المتعلم، ليست هكذا، وإنما كأنك تجلس للجلوس بين السجدتين في الصلاة. أيوة، الآن ووضع كفيك، قال كفيه على فخذيه. على فخذيه يعني ليس على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما على فخذي نفسه، هكذا. هذه هي جلسة المتعلم. تعال من هنا وأنت من هنا حتى يرياكم. تعال اجلس هنا، ظهرك، هات ظهرك، در أيوة، ضع كفيك على هذه هي الجلسة. هكذا جلس يريد أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجلسة تبين أنه مستعد لطلب العلم. قوما بارك الله فيكم. قال وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد. لاحظ هنا أنه قال وقال يا محمد، لم يقل يا رسول الله، وإنما قال
يا محمد لأجل أن يوهم للصحابة أنه أعرابي. ومن عادة الأعراب الجفاء والغلظة والشدة، فقال يا محمد يا محمد. وهذه عادة الأعراب إذا أرادوا أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد، ولم يقولوا أو ولا يقولوا يا رسول الله، حتى نزل قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب، وقال يا محمد، أكمل يا لقمان، أخبرني عن الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ولا صدقت وأجرناه يسأله ويصدقه. نعم، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام؟ فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تشهد، معنى تشهد أي تقر بقلبك، يعني تعتقد هذه الشهادة بقلبك ناطقا بلسانك. تشهد أن لا إله إلا الله. وما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فكل ما يعبد من الآلهة التي هي دون الله عز وجل باطلة. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. طيب، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. محمد وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي المطلبي عليه الصلاة والسلام. وأن محمدا رسول الله. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا هو الفرق بين الرسول والنبي. فالنبي أوحي إليه بشرع لكنه لم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقوله وأن محمدا رسول الله، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهذه أحسن صفة يوصف بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. قال طيب، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الشهادة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نطيعه. وتصديقه فيما أخبر، نصدق كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. واجتناب ما نهى عنه وزجر، فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نجتنبه. وألا يعبد الله إلا بما شرع. إذا أردت أن تتعبد لله عز وجل فانظر هل شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. إذن شهادة أن محمد رسول الله تتضمن طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر،
واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة يعني تأتي بها بالصلاة قائمة مستقيمة بأركانها وشروطها وواجباتها، فتأتي بها بجميع أركانها وشروطها وواجباتها. وما هي الصلاة؟ الصلاة هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، ومفتتحة بأي شيء؟ بالتكبير، ومختتمة بأي شيء؟ بالتسليم. هذه الصلاة، هي التعبد لله تعالى بأفعال وأقوال معلومة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال وتؤتي الزكاة، يعني تعطي الزكاة إلى مستحقيها، وهذا هو الركن كم من أركان الإسلام؟ الثالث. الأول الشهادتان، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. قال وأهل الزكاة كم؟ 8. وردت في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم 8، وهم أصناف الزكاة الذين تصرف إليهم الزكاة. فمن صرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف 8 فإن الزكاة لا تصح. طيب، قال وتصوم رمضان. والصيام، ما هو الصيام؟ هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام. تتعبد لله تعالى بأن تمسك عن جميع المفطرات، الأكل، الشرب، الجماع. من متى؟ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحج معروف، وهو التعبد لله تعالى بقصد مكة لأداء مناسك الحج في وقت مخصوص. ثم قال صدقت. قال صدقت. من القائل؟ الرجل الذي هو بصورة الملك قال صدقت. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه. لماذا تعجبوا؟ لأن الغالب أن الذي يسأل يكون إيش؟ الغالب أنت إذا أتيت تسألني الغالب أنك تجهل الإجابة، صحيح؟ هذا الرجل لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت. فعمر رضي الله عنه الصحابة قالوا عجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الغالب أن الذي يسأل يكون جاهلا، وهذا يبدو والله أعلم أنه يعلم، فلماذا يسأل؟ طيب أكمل يا لقمان. أحسنت. قال فأخبرني عن الإيمان. لما سأله عن الإسلام انتقل إلى سؤال آخر، قال فأخبرني عن الإيمان. والإيمان في اللغة هو التصديق، وأما في الشرع فهو كما وضحه هنا، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان 6. فنبدأ أولا بالإيمان بالله. كيف يكون الإيمان بالله؟
الإيمان بالله لا بد أن نؤمن أولا بأن الله تعالى موجود، وهذا لا شك فيه، ونؤمن كذلك بألوهيته سبحانه وتعالى، وأنه لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، ونؤمن كذلك بربوبيته، وهو أنه وحده سبحانه وتعالى الرب الخالق المالك المدبر المحيي المميت. ونؤمن كذلك بأسمائه وصفاته. وكيف يكون ذلك؟ بأن نؤمن بما ثبت من أسماء الله وصفاته في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن هذه 4 أشياء لا بد أن نؤمن بها بالنسبة لله تعالى. أولا أن نؤمن بوجوده، وثانيا أن نؤمن بألوهيته، وهو أنه وحده هو المعبود بحق، لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. ونؤمن بربوبيته، وهو أنه الرب الخالق المدبر المحيي المميت وحده سبحانه وتعالى. ونؤمن بأسمائه وصفاته، وذلك بما ثبت في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا بالنسبة للإيمان بالله. بعد ذلك الإيمان بالملائكة، وهذا الركن الثاني من أركان الإيمان. والملائكة هم عالم غيبي، هل نراهم؟ لا، عالم غيبي خلقهم الله من نور. إذن هل خلقوا من طين كبني آدم؟ لا، وإنما خلقهم الله من نور، وهم لا يأكلون ولا يشربون كبني آدم، ما يأكلون وما يشربون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، منشغلين في تسبيح الله عز وجل ليلا ونهارا، لا يأكلون ولا يشربون. هؤلاء هم الملائكة، فنؤمن بالملائكة. كذلك هؤلاء الملائكة ليس لهم من خصائص الألوهية شيء، لا يعبدون لا يؤلهون، إذا ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. واضح؟ هذا بالنسبة للركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وقد ورد يعني من أسمائهم ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل وملك الموت ورضوان إلى آخره، ولكن لا نطيل حتى نختصر. الركن الثالث من أركان الإيمان ما هو؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه. وكتبه هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله عليهم الصلاة والسلام، وبهذه الكتب سعادة الناس في الدنيا والآخرة. وما هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله عليهم الصلاة والسلام؟ هي التوراة على من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. والإنجيل على من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. والزبور على داود عليه الصلاة والسلام. وصحف إبراهيم وصحف موسى، بالإضافة إلى القرآن أنزله الله عز وجل على من؟
محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بالنسبة للكتب. الإيمان بالله وملائكته وكتبه وأيضا ورسله. والرسل كثيرون، وهم الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشرية. ومن هو أولهم؟ نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هل لهم من خصائص الألوهية والربوبية شيء؟ لا. إذن كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن محمد عليه الصلاة والسلام: هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. إذن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هم أفضل الرسل؟ أفضل الرسل هم أولو العزم. من هم أولو العزم؟ نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم وهم أفضل الرسل. ومن هو أفضلهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء. إذن هؤلاء هم الرسل فنؤمن بهم. ومن كذب رسولا منهم فقد كذب جميع الرسل. فلا بد أن نؤمن بجميع الرسل. طيب، هذا الركن كم؟ الرابع. واليوم الآخر. وما هو اليوم الآخر؟ يوم القيامة. فنؤمن به، نؤمن به. وهناك يوم آخر لعموم الناس وهو يوم القيامة، وهناك يوم آخر لكل شخص بعينه وهو الموت. فإذا مات الإنسان قامت قيامته. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هو ما قدره الله عز وجل للكائنات، فتؤمن به. فهذا هو القدر، تقدير الله عز وجل للكائنات. واعلم أن الموجودات والمعدومات هي كلها بتقدير الله عز وجل. واعلم أن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن هذا هو القدر. فالقدر خيره وشره هو بتقدير الله عز وجل. ثم قال صدقت. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. في سؤال؟ ننظر إلى أسئلتكم. نعم. هل يجوز؟ ما أسمعك. هل يجوز الجمع بين النيتين؟ مثل ماذا؟ مثل في الصلاة الواحدة. هات مثال، أعطني مثالا. جمع تحية المسجد والصلاة القبلية أو السنة القبلية. أحسنت. في هذه الحال يجوز أن تجمع النيتين
في نية واحدة، لكن إذا كان النفل معين أو الفرض معين فلا يجوز لك أن تجمع نيتين بنية واحدة. مثال ذلك: رجل لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر وقال: أصلي 4 ركعات بنيتين، نية الظهر والعصر، هل يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز. واضح؟ واضح؟ نعم. لكن في المثال الذي ذكرت يجوز لك. نعم. في سؤال آخر؟ كيف يعني؟ هذا يجوز، يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي 2 ركعتين، ولم يعين أي 2 ركعتين، ففي هذه الحال جائز. وهذه تمر علينا لو كنا نشرح لكم القواعد الفقهية لمرت علينا هذه المسألة. في سؤال؟ نعم. هو إذا أراد أن يصوم فإنه ينوي عرفة ويؤجر إن شاء الله إذا كان في يوم الاثنين يصوم مثلا، لكنه ينوي عرفة. القواعد الفقهية إن شاء الله لو درستموها تبين لكم هذه الأشياء، تبين لكم هذه الأشياء بصورة أوضح. ومن أحسن القواعد الفقهية منظومة الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، له كتاب في القواعد الفقهية أكثر من 100 بيت من الأبيات التي ذكرها. يعني أضرب لكم مثال. قال في الشك في العبادة، إذا كان الإنسان شك في عبادته هل يؤثر أو ما يؤثر هذا؟ قال إن الشك لا يؤثر في 3 أشياء، وجمعها في بيتين. قال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، أو يك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. كيف ذلك؟ قال: الشك بعد الفعل لا يؤثر، يعني إذا انتهيت من العبادة واعتراك الشك لا تنظر إليه، الشك بعد الفعل لا يؤثر. وهكذا إذا الشكوك تكثر، يعني إذا كان الإنسان كثير الشكوك دائما يشك أيضا لا ينظر إليه. قال: أو يك وهما، وهذا الثالث، يعني إذا كان مجرد وهم أتاه وهو يصلي، وهم أنك صليت 3 ركعات وهو في الركعة الرابعة، نقول لا تنظر إليه. إذن 3 أشياء لا تنظر إليها في الشك: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، أو يك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع.